وزي ما انت عارف ان اهم من الشغل تظبيط الشغل، ففي الفتره دي هنظبط ثانويه عامه مع بعض. في الفيديو ده هكلمك عن شويه تريكات ونصايح مهمه جدا لازم تعملها وانت بتراجع، وازاي تراجع صح، وايه هي الاخطاء اللي انت المفروض تتجنبها علشان تبقى المراجعه النهائيه بتاعتك فعال. ولكن قبل كل شيء ما تنسانيش لايك وشير وسبسكرايب. سمي الله، صلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام، ويلا بينا نبدا. واول سؤال، تبدا امتى في المراجعه؟ صراحه وجهه نظر شخصيه، انا السنه اللي فاتت للاسف في الفتره دي كنت مضغوط جدا في المذاكره بتاعتي، فما قدرتش ان انا ابدا قبل المدرسين، فانا بدات عادي مع المدرسين لما بداوا. ولكن في حته لازم انبه عليها، وهي انك المفروض في الفتره دي انت بتمشي بدماغك مش بدماغ المدرس. يعني ايه؟ يعني انت مش ملزم انك تسمع كل حصه هينزلها المدرس، انت بتسمع الحصص اللي انت فعلا حاسس انك مش فاهمها، حاسس ان الشرح بتاعها كان واجع من دماغك وانت مش فاكره، فانت هي دي اللي بتسمعها. لكن انت لو درس انت مظبطه كويس ومذاكره، فانت مش محتاج تسمعه مره تاني. وعاوز اقول لك انك لازم تركز انك تراجع على كل الاخطاء اللي انت غلطت فيها على مدار السنه، لان انت اصلا كنت بتحل على مدار السنه كلها علشان تقدر تتجنب الاخطاء دي. فانت للاسف ممكن تبقى نسيتها في الفتره دي، فهل هتبدا تراجعها مره تاني من كتب الشرح الاساسيه. وعاوز اقول لك طبعا ان اهم شيء في الفتره دي هو الحل، لان الحل هو اهم شيء في المراجعه. فانت هتحل من اكتر من مصدر عشان تكون ملم بالافكار، ولكن هتسالني ازاي اقدر احل من اكتر من مصدر. مبدئيا انا كنت غالبا بحل من كتابين في كل ماده، ولو انت عايز تعرف ايه الكتب هتلاقيها هنا في الاي. ولكن ايه يا ترى ازاي اقدر اراجع من الكتابين؟ بكل بساطه انت لما تبدا تراجع بتبدا تمسك الكتاب الاول وتبدا تحل فيه لغايه ما توصل انك خلصت التدريبات الجزئيه على كل اجزاء المنهج بتاعك، وبعد كده هتبدا تمسك الكتاب الثاني وتحل فيه. لان عشان تقدر تنظم ما بين الاثنين، لان انت مش شرط ان انت سمعت حل درس او سمعت شرح درس انك تحل من الكتابين، لا خلي الكتاب الثاني علشان تبقى عملت ريفرش للمعلومات في دماغك مره ثاني. وعاوز بقى اهم شيء، الغلطه اللي انا غلطت فيها ومش عايزك تغلط فيها، هي انك لازم تبدا من اول يوم في المراجعه بحل شوامل، لان الشوامل هي اهم شيء وهي الاصل اللي بتجمع المنهج في دماغك. فعارف رد فعلك الطبيعي ان انت اول ما هتمسك تحل شامل هتلاقي نفسك مش فاكر اي شيء من المنهج، وهتلاقي ان المنهج كله طاير من دماغك وانك مش عارف تحل ولا سؤال. فاللي هيحصل كالتالي، هتمسك اول شامل هتحله كامل. على فرض مثلا الشامل ده كان 30 سؤال، انت عرفت منهم 15 و15 ما عرفتهمش، ازاي طيب هتقدر تعرف ال 15 دول التانيين؟ بكل بساطه هنبدا تمسك كل سؤال وتراجع الجزئيه بتاعته من الكتاب بتاع الشرح او من اي كتاب معاك. فانت لما تبدا تراجع الجزئيه دي هتبدا تثبت في دماغك اكتر واكتر، فبعد كده لما هيجيلك السؤال ده مش هتغلط فيه، وده هيخليك اصلا انت مراجع المنهج من قبل ما المدرس بتاعك يراجعه كله، وده علشان تبدا تظبط دماغك. وعاوز اقول لك ان انت في الفتره دي محتاج لكل لحظه في السنه، فانت ما عندكش فرصه انك تضيع الوقت بتاعك، فعشان كده لازم نتجنب كل المشتتات اللي ممكن تضيع وقتك، واهم طبعا السوشيال ميديا والتليفون. وعشان كده بقى انا قلت لك اصلا في بدايه الفيديو اللي انت مش لازم تسمع كل حصص المدرسين، لان انت لو سمعت درس انت كنت فاهمه يبقى انت ضيعت وقتك. وبعد كده عاوز اقول لك على نقطه، اللي انت يا ريت تحاول انك تخلي نفسك اونلاين الفتره اللي جايه. لو انت كنت بتاخد سناتر فاحب اقول لك ان انت لا، قلل من السناتر، لان انت محتاج كل لحظه. وممكن في الفتره دي يعني هتيجي على نفسك شويه، ممكن نومك يقل، ممكن هتبذل مجهود اكتر، ولكن افتكر ان انت حلمك يستاهل، واللي انت دايما اي مجهود انت بتعمله ربنا بيكلله بالنجاح ان شاء الله. اهم حاجه ان انت تعمل اللي عليك. بس عاوز اقول لك ان انت احيانا وانت بتذاكر على مدار اليوم ممكن تحس ان انت فصلت، ان انت مش قادر تركز في المذاكره بتاعتك. فانت هتعمل ايه في الحاله اللي زي دي؟ انصحك ان انت لما تحس انك فصلت غير مكان المذاكره او وضعيه المذاكره. لو انت كنت بتذاكر وانت مثلا قاعد ممكن تذاكر وانت واقف، ممكن تغير الحته، بدل ما تذاكر على المكتب ذاكر في اي حته تاني بحيث تبقى يعني نشطت دماغك شويه. وطبعا ان شاء الله يعني بعد رمضان وانت بتذاكر خلي جنبيك اي شيء مسكر. يعني انت مثلا ممكن تخلي جنبيك تمر، ممكن تخلي شوكولاته، اي شيء بحيث لما تحس انك فصلت تبقى تاكل الحاجه دي، بحيث ان هي زي ما انت عارف ان الجلوكوز يعني اي تي بي يعني طاقه تخلي دماغك تتنشط. واهم شيء طبعا عاوز اقول لك ان انت هتبدا تتدرب مع الشوامل اللي انا قلت لك تحلها، اللي انت هتبدا تجيب بابل شيت وتبدا تحل فيه، بحيث انك تبقى دربت نفسك على وضعيه الامتحان. بس عادي لو في سؤال ما عرفتوش برجع اشوفه في الكتاب، ولكن لازم هتحل بابل شيت عشان تتدرب على تظليل الاسئله وانك تبدا تنظم نفسك في الحل. وعاوز اقول لك كمان ان المذاكره مش مجرد عدد ساعات انت بتحسبها، المذاكره هي الناتج النهائي او المعرفه اللي انت حصلتها في الوقت ده. فانت ما تخليش همك انك تحسب عدد ساعات انت ذاكرتها، ولكن احسب كميه الناتج او
المشهود النهائي اللي انت طلعته، عدد الدروس اللي انت ذكرتها، ودايما قيم نفسك باسئله على طول، لان هي الفتره دي هي فتره حل الاسئله. ودايما عاوز اقول لك ان انت ما تقارنش نفسك بحد، لان المقارنات دي اصلا هي اللي بتخليك، هي اللي بتثبطك وبتخليك ما تكملش. واطلب من ربنا على قد كرمه مش على قد مجهودك، ولسه في فرصه للتغيير، ولكن انت اللي المفروض تبدا، ما تستناش اكتر من كده. حتى لو في اجزاء انت مش مظبطها، في حاجات انت مش مذاكرها لسه عادي، بس اهم حاجه ابدا وراجع من غير ما تقارن نفسك بحد ومن غير ما توتر نفسك، لان الفتره دي احنا مش محتاجين توتر. وعاوز اقول لك ان انت ما تفكرش في المستقبل كتير، علشان في الاخر التفكير ده مش هيغير شيء، بالعكس لا هيثبطك وهيجيب لك كمان صداع، ومش هتعرف تركز في المذاكره. فانت اولى انك خلاص سيب المستقبل لربنا، لان في الاخر انت مفيش في ايديك شيء، مفيش في ايديك غير انك تسعى. ودايما اطلب من ربنا على قد كرمه، وافتكر ان ليست العبره بمن سبق ولكن العبره بمن سبق. اتمنى التوفيق، وربنا يكرمكم يا رب ويجبر بخاطركم كلكم ويحقق لكم كل اللي بتتمنوه. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.